أهلا بيكم معانا في الحلقة الأولى من بودكاست نطاق. أنا اسمي معتز، وفي البودكاست ده هنتكلم سوا عن مواضيع مهمة بتأثر على حياتنا اليومية. النهاردة هنتكلم عن موضوع شاغل بال ناس كتير أوي: مستقبل الشغل. الدنيا بتتغير بسرعة رهيبة، التكنولوجيا بتتطور بشكل يخض. التغيير ده بيأثر على كل حاجة بما فيها طريقة شغلنا، لقمة عيشنا. هنتكلم عن الاقتصاد التشاركي اللي هو الجيج ايكونومي، الشغل من البيت، ال AI الذكاء الاصطناعي، وازاي بيغيروا سوق العمل، وهل احنا جاهزين للتغيرات دي ولا لا. خلينا نبدأ بالاقتصاد التشاركي او الجيج ايكونومي. الوظائف التقليدية اللي احنا طول عمرنا نسمع عنها، الواحد بيروح من الساعة 8 الصبح ويرجع العصر ويفضل طول حياته شغال بهذا النمط لحد ما يطلع معاش. لا، دي هتبقى عبارة عن مشاريع مؤقتة مستقلة، بيبقى الواحد عارف وقتها إذا كانت هتاخد يوم، إذا كانت هتاخد شهر، 6 شهور، وخلاص الواحد بيخلصها وبيخش المشروع اللي بعده. زي مثلا التوصيل عن طريق التطبيقات، أو العمل الحر اللي هو الفريلانسنج على الإنترنت، الويب ديزايننج مثلا، أو الجرافيك ديزايننج، البرمجة. وفي ناس شايفين ان ده مستقبل الشغل بشكل عام، ده الترند مودينا لكده، وفي زخم في الاتجاه ده، لانه بيدي للناس حرية اكبر في التحرك وفي التطور، وبيدي مرونة في تنظيم الوقت. مع ان الحتة دي يعني انا لما شفت ناس فعليا شغالين بالطريقة دي اللي هي الفريلانسنج او الجيج ايكونومي، لقيتهم ان هم هو وقتهم كله مليان بالشغل ده، وعشان يواكب التطور بيبقى منظم وقته للشغل. ف أظن إن ليها سلبيات، يعني غير عدم الاستقرار الوظيفي، وغير عدم وجود تأمينات اجتماعية زي الوظائف اللي هي العادية المعتادة. لا، هي بتيجي بتلاقي إن أنت قلبت بيتك لمكتب، لا قلبت بيتك لمكان شغل، وقد تيجي على وقت حاجات مهمة، فلازم تعمل أولويات. أنا دخلت في موضوع على طول، أنا مش ضد الجيج ايكونومي، بس أنا ضد حتة اللي هو مرونة في تنظيم الوقت. فمرونة تنظيم الوقت دي هترجع لك انت، حسب انت هتعملها ازاي. وده كده ينقلنا للموضوع اللي بعده اللي هو الشغل من البيت، ريموت working. ده بقى منتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الكورونا. الناس اكتشفت انهم بيقدروا يشتغلوا بكفاءة من بيوتهم، من غير ما يضطروا يروحوا للمكتب كل يوم. بس طبعا الشغل من البيت مش مناسب لكل الناس ولا لكل أنواع الوظائف. اكيد لو عندي مشكلة في السباكة هيضطر السباك يخرج من بيته عشان يجي يصلح لي السباكة، انما انا بتكلم على الوظائف اللي تنفع مع طبع الشغل من البيت. واجي اقول لك لازم يبقى في توازن بين الحياة الشخصية والعملية عشان ما يتحولش البيت لمكتب طول الوقت. نيجي بقى للجزء بتاع ال AI، الذكاء الاصطناعي. انا شايف ان هو اهم جزء النهاردة، فالصراحة عايز اديله حق. دي ببساطة معناها ان الاجهزة بتاعت الكمبيوتر بقت تقدر تعمل حاجات ما كانش تقدر تعملها قبل كده، كانت محتاجة ذكاء بشري بشكل او باخر. زي مثلا تحليل البيانات، ترجمة اللغات، سواقة العربيات. هيبقى ليه تأثير كبير جدا على مستقبل الشغل بشكل او باخر، لانه ممكن ياخد مكان البشر في وظائف احنا نتخيلها واحنا ما نتخيلهاش. بس في نفس الوقت هو ممكن يخلق فرص عمل جديدة في المجالات المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي نفسه، أو بطريقة استخدامنا للذكاء الاصطناعي. والسؤال المهم هنا، إزاي نستعد للمستقبل زي ده؟ أول حاجة لازم نطور مهاراتنا ونواكب التغيرات اللي بتحصل في سوق العمل. يعني مثلا لو بتشتغل في مجال ممكن يتأثر بالذكاء الاصطناعي، لازم تتعلم مهارات جديدة عشان تحافظ على وظيفتك أو تلاقي وظيفة أحسن. يعني مثلا الشات جي بي تي بقت بتعمل داتا اناليسيس، انت بتديها الداتا في شكل اكسل شيت، هي بتطلع لك داتا اناليسيس وتطلع لك انسايتس، فانت ممكن تستخدمها كأداة تساعدك انت كداتا اناليست. او حتى لو انت داخل الداتا اناليسيس جديد، تتعلمها كتول معاك تساعدك. تاني حاجة لازم نتعامل مع تكنولوجيا جديدة ونستخدمها لصالحنا. يعني مثلا لو عايز تشتغل في مجال الاقتصاد التشاركي اللي هو الجيج ايكونومي، لازم تتعلم ازاي تستخدم منصات العمل الحر
والتسويق لنفسك على الانترنت. طبعا ده باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي. يعني على سبيل المثال لو انت معاك جيج ديزاين، انت ممكن تعمل رسومات، تعمل لوجوز، تعمل فونتات، كلها ممكن كنت تنفذها في وقت كبير، تنفذها في وقت قياسي جدا باستخدام الذكاء الاصطناعي. او ان انت تعمل صيغ باستخدام تشات جي بي تي مثلا، تقدر تستخدمها كايميل عشان تسوق لنفسك، او صيغ تنفع للسوشيال ميديا حسب السوشيال ميديا بلاتفورم اللي انت هتستخدمها. انت ممكن تعمل حملة ماركتينج كاملة بأدوات الذكاء الاصطناعي، مجرد ان انت اتعلمتها هتغير سرعة تنفيذك للحاجة. ثالث حاجة لازم نركز على تطوير المهارات اللي صعب الذكاء الاصطناعي انه يتعلمها، زي مثلا مهارات التواصل والإبداع، حل المشكلات، التفكير النقدي. المهارات زي كده هتكون مهمة في المستقبل لأنها هتفرقنا عن الذكاء الاصطناعي. الاقتصاد التشاركي والاي اي والتكنولوجيا الحديثة بشكل عام هتسهل علينا إنشاء وإدارة مشاريع في أي مكان في العالم بشكل مختلف عما احنا متخيلين. في النهاية مستقبل الشغل مش حاجة نخاف منها، لكن لازم نكون مستعدين ليها ونستغل الفرص اللي موجودة قدامنا اللي بيقدمها لنا الاي اي. على سبيل المثال، بس ايه اللي هيحصل لو الاي اي قدر يتعلم المهارات دي كمان؟ يعني مثلا تخيل كده برامج الذكاء الاصطناعي قادرة تتواصل زي البشر، وبتحل المشكلات المعقدة بطريقة إبداعية وبشكل أفضل مننا بكتير. السيناريو ده مخيف، بس هو كده مش مستحيل، ولازم نكون مستعدين له، ولازم نكون عارفين ان احنا مرينا في تاريخنا بأشكال من التطور اللي كانت مخيفة برضو، زي الثورة الصناعية مثلا في القرن 19. ناس كتير فقدوا وظائفهم في المصانع، ودي كانت حاجة مخيفة، بس في نفس الوقت اتخلقت وظائف جديدة تسد الجاب. اللي قدر يطور من نفسه وقدر يندمج مع الثورة الموجودة قدر ان هو يخش مجالات تانية ويكمل. وبرضه لما ظهرت الكمبيوترات في القرن العشرين، ناس كتير خافوا انها تاخد منهم شغلهم في المكاتب، بس في نفس الوقت اتخلق وظائف جديدة في مجالات البرمجة والتكنولوجيا بشكل عام. يعني التاريخ بيقول لنا ان التغيير هيحصل، وفي نفس الوقت بيخلق فرص عشان يسد الجاب اللي بيحصل. على قد ما بياخد من الفرص القديمة، على قد ما بيدي فرص جديدة. طيب ايه اللي ممكن نعمله عشان نكون مستعدين لو الاي اي بقى شاطر قوي في كل حاجة؟ اول حاجة لازم نركز على تطوير المهارات اللي صعب جدا ان الذكاء الاصطناعي انه يتعامل معاها في المدى القريب، زي مثلا مهارات التفكير الابداعي والتعاطف مع الاخرين والقدرة على اتخاذ القرارات الاخلاقية الصعبة. تاني حاجة لازم نتعلم ازاي نتعاون مع الذكاء الاصطناعي بدل ما نخاف منه. ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة تساعدنا في عملنا بدل ما نشوفه عدو بياخد وظائفنا. ثالث حاجة لازم نستثمر التعليم والتدريب طول الوقت في حياتنا عشان نقدر نواكب التطورات السريعة في التكنولوجيا ومتطلبات سوق العمل اللي بتتغير كل لحظة مش كل دقيقة. في نهاية حلقتنا النهاردة عن مستقبل الشغل اتكلمنا عن كتير من التغيرات اللي بتحصل حوالينا واللي هتستمر في التأثير على حياتنا في المستقبل. اتكلمنا عن الاقتصاد التشاركي، الشغل من البيت، الذكاء الاصطناعي، وازاي كل واحد فيهم بيغير شكل سوق العمل. شفنا ان التكنولوجيا بتتطور بسرعة رهيبة واننا لازم نكون مستعدين للتغيرات اللي جاي. اتكلمنا عن اهمية تطوير مهاراتنا، وخاصة المهارات اللي صعبة على الذكاء الاصطناعي انه يتعلمها على المدى القريب بالذات. واتكلمنا عن ازاي ممكن نتعاون مع الاي اي ونستخدمه لصالحنا بدل ما نخاف منه. في النهاية مستقبل الشغل مليان بالتحديات، بس في نفس الوقت مليان بالفرص. المهم ان احنا نكون مستعدين ونتعلم طول الوقت ونركز على تطوير نفسنا عشان نقدر نواجه اي تحدي ونستغل الفرص اللي قدامنا. وشكرا لكم انكم استمعتوا للحلقة النهاردة، ونشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله.